السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة عائلة أحمد ودلي. وحشتوني جدا جدا جدا، أحبكم في الله. وهلة روايح رمضان كل عام وحضراتكم طيبين وبخير، يا رب يعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطة. عشان نشوف هنعمل ايه، هقول قبل ما نبدأ هقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا حبايب قلبي نشوف. احنا معانا هنا نص كيلو من الفول. انا كنت نقعاه في ميه من امبارح بالليل، جيت تاني يوم اهوت غسلته وصفيته كويس. معانا بشرة جزر زي ما احنا شايفين كده. معانا حبة عدس اصفر مغسول كويس ومتصفي، وبرده فول مدشوش مغسول ومتصفي مش نقعاه. تمام. ومعانا فصين من الثوم، ومعانا الكركم ده يا جماعه ما بيعملش طعم في الفول بس بيدي لون حلو جدا. وكمان معانا ليمونه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه، خليكم معايا ما تروحوش في اي مكان. بصوا حبايب قلبي، احنا حطينا الفول اهو في حله زي كده. احنا هنعمله في حله طبعا اهي، مش في دماسه ولا حاجه. هنحط بشر الجزر كده. تمام. هنحط عليه العدس والفول المدشوش بالشكل ده اهو. تمام. هنحط حبة كركم اهو بالشكل ده كده اهو. فصين الثوم زي ما احنا شايفين. انا هحط صلصة بس مش دلوقتي خالص. تمام، يعني انا مش ناسيه ولا حاجة. اللي عنده قوط عايز يحطها يحطها، انا ما عنديش بصراحة، فانا هحط صلصة بس ما ياخد غلوتين كده. تمام. انا هعمل بقى دلوقتي عصير الليمونة. اللي اول مره يدخل القناه ويشوفها ما ينساش الاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوناش حبايب قلبي في اللايك. احنا مش هنحط طبعا، مش هنقلب الفول بالعدس بالكلام ده عشان العدس ما يتحرقش من تحت وكده. تمام. هنجيب ميه كده زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده. هنسيب بقى الميه تغلي على البوتاجاز تاخد غلوتين كده، وبعد كده نبص عليها نشوف ايه الدنيا. خليكم. يلا حبايب قلبي نبص على الفول ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين الفول؟ شايفين يا جماعه الفول عامل ازاي ولونه عامل ازاي؟ بصوا اللون اهو. طبعا معانا ايه، معلقتين صلصه كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنفضيهم كده اهو. وبعد كده هنوطي على النار اكنها شمعه بالظبط، وهنسيبها لمده ساعتين كده على حسب بقى ما ياخد السوا بتاع معاكم. تمام اهو. ولو محتاج ميه نحط له ميه سخنه. انا كده هوطي عليه خالص وبعد كده نرجع نشوفه عمل ايه. خليكم معايا ما تروحوش في اي مكان. بصوا حبايب قلبي كده معانا الفول اهو استوى جدا 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 اهو. بصوا كده ثواني. بصوا الفول عامله ازاي. تمام. بس انا مش بحب اكله كده، فانا هضرب شويه كده في الخلاط وهوريهولكم هو بيتوضب بقى. خليكم معايا ما تروحوش في اي مكان. بصوا حبايب قلبي بقى، ده طبق الفول اهو. انا بحب اضربه كده في الخلاط. يبقى بقى نوضبه. ادي الزيت اهو زي ما احنا شايفين، يا جمال ويا تكات ويا حركات اهو. احلى طبق فول ده ولا ايه؟ تمام. هنحط ايه حبه كمون كده صغيرين اهو، لزوم الدلع اهو. تاني حاجه حبه شطه كده ما يضرش اهو. احلى طبق فول.
من عند ام عبده. ايه تاني يا بت؟ الملح اهو. البت عماله تضحك عليا وانا بقول احلى طبق فول من ام عبده. بصوا يا جماعه بقى، اللي ما اشتركش في القناه اشترك وفعلوا زر الجرس، وما تنسونيش بقى وتدعموني كده باللايك الحلو وكومنت حلو كده زيكم. وكل عام وانتم بخير. وادي معانا نص الليمونه، يا جماله يا تكاته يا حركاته اهو. اهو فول ده ولا مش فول؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس اهو. كل عام وانتم بخير. باي باي.